عشان اركب الواح جبسن بورد في سقف الشقه بتاعي عندي نظامين او طريقتين اقدر استخدمهم. اول حاجه بركب حاجه اسمها اوميجا في السقف بتاعي، بتتركب بالمنظر ده، وده بيكون شكلها. الشكل ده بيتثبت فيه حاجه اسمها تيش، مسمار طويل والنهايتين بتوعه زي ما انتم شايفين كده ملهمش راس، عشان اقدر اعلي واوطي المسمار بتاعي، وبالتالي اقدر اظبط منسوب السقف بتاعي واظبط افقيته. ولو عايز تشوف اي تطبيق عملي لشكل المسمار ده وهو متركب، خش اي بدروم لاي مبنى اداري او تجاري، هتلاقيهم معلقين مواسير الصرف ومواسير الفاير بالاتياج دي، عشان برضو يقدروا يتحكموا في نسبه ميول الصرف بتاعتي. بعد ما بركب التيش ببدا اركب فيه قطاع من المعدن على شكل حرف يو. بعد كده ببدا اركب قطاعات تانية متعامده على القطاعات الاولانيه بمسافه ما تقلش عن 60 سم، و60 سم تحديدا عشان خاطر عرض اللوح نفسه بيكون 120 سم. فهيجي معايا قطاع من المعدن في اول اللوح، وكمان قطاع من المعدن في اخر اللوح، وقطاع في النص بالظبط. كده انت بنيت شاسيه محترم بمقاسات ستاندر، عمر ما هيحصل معاك مشاكل بعد كده في تثبيت الالواح، واللوح نفسه عمره ما هيلب معاك. فاضل حاجه واحده بس، هي متانه القطاعات اللي انت هتستخدمها في تثبيت الالواح، ونصيحه مني ما تقلش عن 4 مللي في القطاع الواحد. النظام التاني نفس الفكره ونفس الخطوات بالظبط، الفرق بس ان انا بدل الاوميجا اللي استخدمناها في الاول بحاجه اسمها اكمون. والاكمون هو نفس فكره مسمار التيش، بيركب دايركت على طول في السقف من غير اوميجا. الاكمون الراس بتاعته بتكون من المعدن، عكس مسمار الفيشر اللي بيكون من البلاستيك، بيكون راكب فيه قطعه من المعدن، بقدر اتحكم فيها، اطلع فوق شويه انزل تحت شويه، عشان خاطر اقدر اظبط وزنه السقف بتاعي. وابوس ايديكم محدش يسالني المتر بكام ولا تشطيب الشقه يكلف كام في المتر، لان في حاجه اسمها مواصفات معينه بقدر احطها وابدا احدد عليها التكلفه المبدئيه، لان طريقه التركيب وطريقه الاستلام واختيار المواد وجودتها وكمان نوعها كل ده بيأثر على التكلفه النهائيه بتاعتك. ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك شطب بنظام الباقات وبس كده. انا محمود مختار، وده كان فيديو النهارده. سلام.